السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علال بهاء الدين أي سلاش من موقع نقطة تطوير. درس اليوم هو الجزء الثاني من درس الماسك والكاميرا. والآن سوف نتطرق إلى الكاميرا. أولا، ماذا نعني بالكاميرا؟ الكاميرا هي أداة داخل برنامج الأفتر إفكت، تستعمل في عمل تأثيرات روعة مثل تضبيب الخلفية أو التقريب والإبعاد. يعني تستعمل في تأثيرات كبيرة ومتنوعة، وسوف تحتاجها تقريبا في كل أعمالك على البرنامج الأفتر إفكت. وبالطبع تحتاج الكاميرا الأشكال ثلاثية الأبعاد، أي أنها لا تعمل بدون أشكال ثلاثية الأبعاد. مثلا تستطيع استدعاء الكاميرا عن طريق الزر الأعلى لاير، تنتقل إلى نيو ثم كاميرا. هناك ميزات كثيرة للكاميرا وتطبيقات لها، لكننا اليوم سوف نكتفي بوضع 24 كالتالي. نضغط هنا ثم 24 ثم اوكي. بعد ان ضغطنا على اوكي تم تكوين الكاميرا الجديدة. بعد ان كونا الكاميرا الجديدة نقوم بفتح الميزات لها، الإفكت المثلث الصغير، فتظهر لنا عدة ميزات. كما قلت لكم الكاميرا لا تعمل بدون ثلاثية الأبعاد. نضغط على الزر الأسفل هنا حتى تتغير الموجة كما ترون، ثم نختار ثلاثية الأبعاد. هنا نضع أيقونة ثلاثية الأبعاد، فتتحول الصورة من عادية إلى ثلاثية الأبعاد كما أخبرتكم بالدروس السابقة. طبعا نفتح الشاشة، نفتح شاشتين لنستطيع أن نشاهد من الأعلى توب لنتحكم جيدا بالصور. نقدم هذه الصورة قليلا مثلا، نؤخر هذه ونقدمها قليلا هكذا، نعدل هذه حتى نبعدها عن بعضها لتعطي شكلا أحسن أو أجمل. ننقص هذه قليلا كما ترون هناك. والآن أقوم بحذف الصورة أحسن، هذه الصورة. الآن لو تشاهدون، لو علمنا على الكاميرا فنقدم هذا قليلا. لو تشاهدون، لو علمنا على الكاميرا سوف تظهر الكاميرا هنا على هذا الشكل، وتريك زاوية مثلثة، أي زاوية الرؤية للكاميرا من الأعلى توب على حسب شاشة العلوية كما تشاهدون الآن. سوف أحاول التحكم بها. هاي أضغط على أيقونة الكاميرا بالفوق، ها هي، ثم أحرك كما أريد يمينا شمال. كما ترون الأشكال أصبحت ثلاثية الأبعاد، واستطيع التحكم بها بالكاميرا تماما كما تشاهدون الآن. أضغط بالزر الأيسر للفأرة ثم أحرك، وهكذا يتم تسجيل مقاطع ثلاثية الأبعاد باستخدام الكاميرا. طبعا للكاميرا ميزات كثيرة، لكننا اليوم سنأخذ بعضا منها فقط. مثلا الزوم، يعني التقريب والتبعيد. أريد أن أقرب كما تشاهدون الآن، أذهب إلى لائحة زوم ثم أقرب أو أبعد. سوف نتطرق إلى الكثير من ميزات الكاميرا لكن بوقت. أريد الآن مثلا أن أسجل أن أجعل المنطقة تقترب شيئا فشيئا. لقد تطرقت إلى التسجيل الزمني بالدروس السابقة كما تشاهدون. كما قلت لكم لأداة الكاميرا، هي أداة مهمة جدا ولها أوامر كبيرة. سوف نتطرق إليها بالدروس القادمة، يعني بالتنفيذ أحسن ما أعلمكم هكذا بدون تطبيق. نتطرق لها بوقت آخر. كما تشاهدون الآن أستطيع تحريكها كما أريد وتسجيل. أستطيع تحريكها كما أريد وتسجيل الحركات هكذا قليلا هكذا. ثم كما تشاهدون الآن قمنا بتسجيل الحركات. هذا فقط مثال، ليس احترافيا بل مثال عادي.
أداة الكاميرا سوف تساعدكم في مشاريع كثيرة، وكما تشاهدون لها مؤثرات أكبر من 30 مؤثر أو أكثر. مثلا تضبيب الخلفية، أو عمل انعكاسات، أو تدرجات، أو صعود ونزول. جد مهمة هذه الأداة. هي سهلة الاستعمال، وسوف نلاحظ بمرور الزمن كيف نتحكم باستعمالاتها التامة. هناك درس قادم سوف يعلمنا استعمالة الكاميرا تامة بكل مؤثراتها. كما نرى هنا تدوير الكاميرا أو تقريبها أو تبعيدها، بوزيشن وما إلى آخره. هذه هي أداة الكاميرا كاملة. والآن بعد أن انتهينا من التعرف على الكاميرا والماسك، وكيف نستطيع أن نحدد الماسك أو نقتطع صورة معينة من صورة، ونتحكم بالكاميرا قليلا، مثل عمل الزوم أو الزوم إن أو الزوم أوت، أو تحريكها يمينا أو شمال إلى آخره. الآن سوف ننتقل إلى شيء آخر. أريد أن أطبق كل ما تعلمته في عمل المؤثرات لهذه الصورة. تابعوا معي. نقوم بحذف الكاميرا، انتقال إلى الشاشة واحدة. والآن هناك هي مجموعة مؤثرات سوف أقوم بإرفاقها بعدين. يعني هذه تحتوي على وزنها 13 ميجا بايت، جيجا بايت قلت لك ميجا بايت. المهم تحتوي على مجموعة كبيرة جدا من المؤثرات، مثل النار وانفجارات وإلى آخره. سأرفقها غدا إن شاء الله. والآن أنا حملت، وأنا قمت برفع الفيديو إلى الإفتر إفكت، وهو تأثير النار، طبعا تأثير اشتعال النار كما تشاهدون. هو فيديو بخلفية شفافة يتحرك عن نار مشتعلة تتحرك. مثلا أقوم بوضعها هنا، فأقوم بحمل الماسك، ثم أقص هنا حول هذا الحجر لتبدو أن النار حقا خلف الحجر. والآن هنا شيء مهم، أدخل إلى الفيديو، ثم الماسك، ثم إلى ماسك. كما تشاهدون هنا كلمة أقلبها، أنزل هنا حتى تنقلب الماسك من الداخل إلى الخارج، تنقلب صيغة الماسك من الداخل إلى الخارج كما شاهدتم معي. والآن النار تبدو وكأنها خلف الصخرة، وهنا فائدة الماسك، النار تبدو أنها خلف الصخرة. الآن أقوم بتقليل من سرعة اشتعال النار حتى تعطي طابع أحسن، ولقد تطرقت إلى هذا الدرس بالسابق، التحكم في السرعة والزمن. كما تشاهدون الآن أصبحت أقل سرعة. والآن نعطيها الآن نقوم بتحكم الماسك هنا، نرفع النسبة قليلا حتى تعطي شكلا أحسن وأجمل، وكأن النار حقا خلف الصخرة. نقدمها قليلا هكذا، ولقد تم. الآن نغير المود. تغيير، ما هو تغيير المود؟ هو تغيير مود الفيديو أو الصورة ليتناسب مع الخلفية، أسود أبيض، الكثير من المؤثرات، أشهرها وهو وهو يجعل التأثير صورة الفيديو هذه على حسب الخلفية متطابقان، يعني يعطي تأثير روعة للمؤثر على الخلفية، ما تعقد عليك شوي. المهم سوف أقوم بسحب تأثير آخر، اكسبلوز، انفجار. نختار 001، نضغط، ندخل، يقوم بالتحميل. تم التحميل. هذا هو انفجار، هو عبارة عن هو عبارة عن انفجار. سوف أقوم بتركيبه على هذه الصورة ليبدو تقريبا كأنه حقيقي. لا أريد أن أتعبكم الآن
بعمل المؤثرات وإلى آخره، لكني سوف أريكم فقط مثال كيف التحكم بالماسك والتحكم بالكاميرا إلى آخره، يعني تطبيق للدرس فقط. المهم الآن نقوم بتطبيق الماسك. نقوم بتطويق هذا الفيديو بالماسك. وما فائدة التطويق؟ سوف نريكم بعدين. المهم الآن انتبه، قم بتطويق هذا المؤثر بالماسك، هذا الفيديو بالماسك. سوف نقوم الآن بتعديل نسبة الماسك حتى يبدو أن هذه النار تتآكل شيئا فشيئا وكأنها حقيقية. شاهد الآن، نبعد الماسك قليلا هكذا إلى اليسار قليلا، لا 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 إلى اليسار هكذا. والآن ننقص قليلا الشفافية حول الأطراف. نشاهد الآن جمال أحسن، يعني أحسن قليلا. نحاول تعديله الآن. عدلوا الماسك قليلا هكذا المكان. قموا برفع الآن طبعا هذا التأثير شبه غبي، لا يتوافق مع الخلفية. كما أخبرتكم نغير الصيغة إلى آد فيعطيه تأثيرا أحسن، يعني قريبا إلى الحقيقة. كما تشاهدون الآن الانفجار قليلا يعني قريب من الحقيقة. هذا أذكركم هذا الدرس ليس بعمل المؤثرات، بل فقط درس تطبيق. أردت أن أريكم كيف تقومون بتطبيق ما تعلمناه اليوم والدرس السابق في التحكم بالماسك والكاميرا. أقوم الآن بتعديل الضوء قليلا على هذا الفيديو، على هذا المؤثر. ها هو. نقوم الآن بتعديل الإضاءة قليلا، ننزله قليلا، لا نرفعه قليلا هكذا. أحسن قليل يعني. المهم نتيجة جيدة وليست سيئة كثيرا، يعني لا بأس بها. سوف تلاحظون طبعا في بالدروس القادمة تطبيق مؤثرات أروع بكثير، و بالدروس القادمة إن شاء الله. كما شاهدتم الآن قمنا بتطبيق درس الماسك تماما، واستطعنا استعمال الماسك في دمج التأثير مع الصورة مع الخلفية بشكل جيد جدا. أي تقريبا لا يوجد اختلاف بين المؤثر والخلفية بعد تعديل الأضواء وإلى آخره. الآن نقوم لا غلط لايت، قمت بإنتاج لايت غلط. الآن أدخل نيو ثم كاميرا 24 كما أخبرتكم. أوكي، قمنا بإنتاج كاميرا الآن. نقوم بفتح الكاميرا، التأثير، ثم ننتقل إلى زوم. نقوم طبعا بالضغط على أيقونة الساعة، نسحب المؤشر، نعمل زوم إن، يعني تقريب للصورة هكذا. سوف كما تشاهدون الآن سوف تقترب الصورة تدريجيا إلى تقترب الكاميرا، يعني الكاميرا تعمل زوم إن للمشهد تدريجيا. إذا كان معكم علال بهاء الدين أي سلاش من موقع نقطة تطوير. إن شاء الله يكون الدرس أفادكم وأعطاكم لمحة سطحية عن استعمال الماسك والكاميرا إلى آخره. دمتم في رعاية الله وحفظه.